صباح الخير. النهارده انا في مكان عظيم جدا، وهو المتحف المصري الكبير اللي هحضر فيه حدث مهم جدا، وهو معرض تفاعلي لتوت عنخ آمون. المعرض التفاعلي ده هتحس ان انت دخلت في الحقبة الزمنية بتاعة توت عنخ آمون، وهتسمع قصته من خلال العرض التفاعلي ده. واستنوا لاخر الفيديو عشان هقول لكم على اسعار التذاكر وهقول لكم المواعيد وكل التفاصيل. يلا بينا ندخل المعرض التفاعلي ونشوفه عامل ازاي. مبدئيا كده اول ما تدخل من باب المتحف هتكون دخلت جوه البهو العظيم اللي فيه مجموعة كبيرة من التماثيل الفرعونية، وعلى رأسهم جدنا الكبير رمسيس الثاني. وده اول حاجة هتقابلك وانت داخل، وطبعا ما تفوتش فرصة انك تتصور معاه. هتلاقوا كمان محلات كتير لبيع الذهب والسوفينيرز المصنوعة يدويا، وكلها بتدل على الهوية المصرية. ده غير ان في مجموعة من الكافيهات والمطاعم. انا قعدت في الكافيه ده وقهوتهم كانت حلوة قوي وقعدته جميلة، وكمان ادوني براونيز مع القهوة عجبتني جدا. وبعد ما خلصت جولتي في المتحف جه ميعاد العرض التفاعلي، ودي قاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون اللي هيتعمل فيها العرض، وتعتبر أجدد قاعة افتتحوها داخل المتحف. وهنا الجايد كانت بتقول لنا شوية تعليمات قبل ما ندخل. أول ما تدخل هتحس إن أنت دخلت لعالم آخر، وهتفصل تماما عن العالم الخارجي. والمعرض ده معمول احتفالا بمرور 101 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، يعني قرن وشوية كده. والمعرض التفاعلي ده بيتم فيه عرض قصة الملك توت عنخ آمون بالشكل الوهمي ده، كأنك حرفيا دخلت جوه آلة الزمن ورجعت آلاف السنين لورا. وبتفضل جوه آلة الزمن دي تقريبا ساعة إلا ربع، وطول ما انت بتتفرج بتبقى منبهر من جمال العرض وقصة الملك. بجد هتنبسطوا قوي، خصوصا لو معاك أطفال، حقيقي هينبسطوا جدا. وبكده أكون خلصت المتحف وشفت العرض التفاعلي. معرض من أروع المعارض اللي ممكن تشوفوها. أنا فعلا انبسطت جدا جدا جدا، وعايزة أقول لكم إن المفروض تيجوا وتجيبوا أولادكم ويشوفوا العرض الرائع ده علشان يعرفوا مصر قد إيه تاريخها عظيم وحلو جدا. المعرض ده مستمر تقريبا شهر أو شهر ونص. هتأكد لكم المعلومة وأقول لكم جميع قاعات العرض مغلقة. التذكرة بتبقى عبارة عن جولة إرشادية، بيبقى معانا تور جايد بيشرح لنا تاريخ المتحف والمنطقة المتاحة للزيارة. والمنطقة المتاحة للزيارة بتبقى منطقة محدودة اسمها البهو العظيم. بجانب بيبقى في شو للملك توت، بيبقى زي عالم افتراضي كده، فيلم قصير للملك توت. بس سعر التذكرة للأدلت بيكون 300 والستودنت بيكون 150. المعرض حلو ويستاهل بصراحة. المواعيد من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 9 بالليل، كل ساعة إلا ربع حفلة. والأحسن إن أنت تحجز عن طريق الويب سايت بتاعهم قبل ما تيجي، لأن هنا الدفع كمان فيزا بس. والأحسن إن أنت تحجز على الويب سايت بتاعهم ده علشان تلاقي مكان، لأن أنت ممكن تيجي ما تلاقيش مكان. يعني أنا النهاردة الساعة 12 ما لقيتش مكان لحفلة الساعة 12، استنيت لحد حفلة 2:30. فطبعا وقت كبير جدا ان انت تقعد. مكتوب المواعيد الحفلات على الويب سايت وتقدروا تحجزوها حسب الحفلة اللي انتوا عايزينها. عاملين كمان حاجة كويسة جدا، في مواعيد للي عايز يسمع القصة باللغة الإنجليزية، ومواعيد للي عايز يسمع القصة باللغة العربية. فدي طبعا حاجة كويسة جدا وحاجة حلوة وعظيمة جدا ان هي تكون موجودة في بلدنا. وعايزة اقول لكم المكان والمواعيد زحمة جدا. يعني انا رحت النهاردة الخميس، بكرة مفيش مواعيد خالص. علشان كده بقول لك بالذات في الويك اند لازم تحجز على الويب سايت عشان تضمن ان انت تلاقي مكان، لانك ممكن بعد ما تيجي المتحف هنا ما تلاقيش مكان اصلا. فحاجة جميلة ما تفوتوهاش. بس كده، استنوني بقى في فيديو جديد. انا ياسمين الجلاد، باي باي.